ترفع كفاءة الجسم لزيادة المناعة. نشكر المتصل، ربنا يا رب يحفظه، اللهم امين. وبنقول له ان شاء الله ان الاعشاب لها فوائد كثيره، وان شاء الله هنسردها في السؤال الذي التالي ان شاء الله عز وجل، عن كيفيه الاعشاب وما هو الجزء المستخدم منها ان شاء الله، وما يعني كيف تعرف الاعشاب الجيده بفضل الله عز وجل. نرجع للسؤال: وما هي الاعشاب التي ترفع جهاز المناعه؟ كما تفضل العالم وقلنا اولا الحبه السوداء. ثاني حاجه يعتبر البيج بوس، يعني رقم واحد في رفع جهاز المناعه، وهو القسط البحري. هو يعني في عالم الأعشاب يعتبر القسط البحري، وهو أفضل وأقوى وأجمل وأحسن علاج لجهاز المناعة وتقويته. مش لعلاج، بقول لتقوية جهاز المناعة. القسط البحري قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: خير ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري. ولكن القسط البحري فيه نوعان: لون اللي هو الأبيض والهندي. هو الحضرتك بتقول اسمه القسط البحري، ألف لام قاف سين طاء. طيب القسط البحري ده يعني ده نبات موجود بره، هو مستخلص من البحر، ولا موجود شكله ايه؟ عشان بس هو عبارة عن شجرة. أيوة. ليس لها علاقة بالبحر عموما. أيوة. ولكن فيها أجزاء تستخدم وتأتي فعالية عالية جدا للجهاز المناعي. الاسم المتداول به في السوق هو القسط البحري معروف. يعني الراجل ينزل يسأل وعايز القسط البحري. بس يعني العطار بيقول له مثلا تقول له قسط اي حاجه، يعني في نفس القريب، يعني ان شاء الله يبقى عارفها باذن الله. ايوه. ولكن القسط البحري كما ذكرنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، القسط البحري له فوائد عديده جدا، منها رفع جهاز المناعه. والجزء المستخدم من القسط البحري هو الساق وليس الاوراق. يعني هو عباره عن شجره كبيره فيها افرع، وكلما اقتربنا من الجذر كلما كانت القوه اكبر للقسط البحري. نذكر على سبيل المثال الرمان ما شاء الله. يعني احنا دلوقتي قلنا اول حاجه ممكن نستخدمها الحبه السوداء. الحبه السوداء، القسط البحري. ثاني حاجه القسط البحري. الرمان. ثالث حاجه الرمان ما شاء الله، يعني فيه فيتامينات زي باء 1 و2، وفي فيتامين جيم، وفي فيتامينات كثيره جدا زي الكالسيوم والفوسفور. يعني مبدئيا الرمان مفيد جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الاعصاب. هو عموما ده الرمان له فوائد عديده جدا، منها على سبيل المثال جميع امراض المعده، يعني قرحه المعده والقولون مع اليانسون والكراويه والشمر والزعتر، مفيد جدا للقولون، ومفيد كمان للديدان بتاعت الاطفال. الديدان عند الاطفال ما شاء الله مع الزعتر والحنظل بنسب معينه يقننها لنا العلماء طبعا، بياتي بنتيجه مذهله بفضل الله عز وجل في خلال يعني ايام بفضل الله عز وجل. الرمان له فوائد عديده جدا في قرح الفراش. قرح الفراش له يعني فائده مذهله بفضل الله عز وجل، ان المريض الفراش بتاعنا ربنا يا رب يشفيه، اللهم امين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين. بيصاب بقرح فراش، فإذا نثر على جسده بفضل الله قشر الرمان بيأتي بنتيجة مثمرة بفضل الله عز وجل. يعني قشر الرمان بحطه بهيئته بحالته على جسم المريض، يطحن أولا وينخن، ثم يوضع على قرح الفراش، بفضل الله عز وجل ما صنعها أحد إلا وشفته بأمر الواحد الأحد. طيب يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن الرمان وغيرها، في برضه يعني نسرد يعني ان شاء الله. وانبتنا عليه شجره من يقطين فيه فيتامينات ما لهاش عدد. ولكن احنا تربى عندنا ثقافه في الشعب المسلم او العربي، ثقافه فاشله، وهي ايه؟ عندما تذهب الى احد يقول لك ائتينا بكوب من الحلبه. يا اخي احنا والدين، سبحان الله العظيم، الثقافه دي امتى اتربت فينا؟ الحلبه فيها فوائد جامه. هم بس عشان متعودين يعني ان الحلبه بيحطوها على العسل للواحده اللي لسه والده عشان تزود يعني اقول لفضيلتك على شيء. يعني كل شيء في سنه للاسف اتربت فينا من زمان واتحاربنا، ونجح من حاربنا في اثبات ذلك. أيوه. يعني على سبيل المثال لو حصل اسال اي واحد النهارده عن التلبينه مين؟ أيوه. يا عم تتكلم مين؟ هو مين ده؟ طيب على هو موضوع التلبيه ده ان شاء الله احنا هنفرد له حلقه ثانيه ان شاء الله، بس هنحاول على قد ما نقدر. احنا اتكلمنا في هذه الثمار ايضا الزعتر له برضه فوائد ممتازه جدا لرفع جهاز المناعه. طبعا من الحاجات المهمه جدا السفرجل، من الحاجات المهمه جدا الحلبه، من الحاجات المهمه جدا يعني العود الهندي اللي هو القسط البحري، واشياء كثيره جدا يعني لا حصر لها يعني. طيب احنا اتكلمنا عن النباتات او الاعشاب اللي لها فائده طبيه كويسه جدا. تمام. في نقطه اهم من كده بقى اللي كان سؤال الاستاذ من الشرقيه عنها، بيقول نجيب الاعشاب. احنا عايزين نقول له الاول ايه شكل الاعشاب الطبي السليم. يعني مثلا النعناع مثلا، في ناس بتروح تجيب النعناع يجيبوه اخضر او يجيبوه ناشف او يجيبوه متخزن بقاله مده كبيره. انا عايزك في عجاله توصف لنا
شكل يعني بصفة عامة. نعم، أي عشب ليس النعناع فقط، ولكن سنحدد كمثال لأي عشب إن شاء الله عز وجل. يعني نرجو التركيز من المشاهدين بعد أن يصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأعشاب عموما في يعني الأعشاب كما ذكر فضيلة الدكتور قبل أن ندخل، ربنا يا رب يحفظه اللهم آمين. الأعشاب تنقسم، الشجرة نفسها تنقسم إلى أوراق وفروع وجذوع، والورقة نفسها فيها أجزاء. يعني لو أخذنا على سبيل المثال الدمسيسة كمثال. الإيه؟ الدمسيسة هو عشب بيزرع في مصر بكميات ما شاء الله ما شاء الله. يعني في مصر يعني مشهورة جدا بهذا العشب. لو جبنا دمسيسة مثلا، كلما اقتربنا من الجذر، يعني كلما اقتربنا من الجذر كانت فوائد الأوراق أكثر. يعني المركز القومي للبحوث أثبت في النهاية أن لها فوائد عديدة جدا للقضاء على قواقع البلهارسيا، تمام. ولكن مش أي جزء، الجزء الهون، الجزء كلما اقتربنا من الساق، والجزء النهائي في الساق. المشاهد العادي مش هيقدر يروح يشوف النبات من نفسه، تمام، مع احترامي لوصف حضرتك، مش هيقدر يروح يشوف النبات من نفسه ويعرف اذا كان من الجذر ولا الساق. احنا عايزين نديله صوره بسيطه. يعني مثلا احنا اتكلمنا عن حبه البركه مثلا على سبيل المثال، شكلها ايه اللي يقدر يروح يجيبها ويعرف ان دي فعلا هي اللي فيها الفايده، خصوصا ان الدكتور في الفاصل قال ان حبه البركه فيها زيوت طياره وفيها فوائد كتيره. حفظك الله. أنا ذهبت الآن إلى العطار قلت له أريد مثلا كيلو حبة البركة، نص كيلو. المهم أنا عاوز أتأكد إن هذه الحبة جيدة. طبعا كل شيء له مدة صلاحية، المشتري مش عارف حاجة زي كده، أو المريض نفسه ما يعرفش حاجة زي كده. طيب أعرفها إزاي إن هي جيدة؟ أولا أمسك الحباية، إذا ضغطت عليها ولانت معايا يبقى إذا الحباية مدة صلاحيتها يعني شبه منتهية. يبقى الحباية أول وصف لحباية حبة البركة على سبيل المثال إن هي تكون صلبة ناشفة. لما امسكها فيه وافركها كده فرك خفيف او يعني مسح خفيف ما تطلعش معايا زيوت، تمام. اما كلما كانت الحبة ضعيفة ومريضة، اذا مسكتها وضغطت عليها ضغطة شديدة ظهرت الزيوت بين يدي. يبقى احنا مبدئيا حبة البركة المفروض تكون الحبة صلبة وفيها بعض من الزيوت. طيب لا، اذا ضغطت عليها وطلعت زيوت في ايدك، يعني ضغط خفيف وطلعت زيوت، هذا دليل ان الحبة غير جيدة. طيب يبقى دي عارفه بالنسبه بالاضافه الى الشم، يعني اذا شميت ووجدت اي رائحه غير طيبه المفروض انت ترجعها مباشره في النهايه. طب هننتقل للاستاذ الدكتور عمر رشوان في سؤال